البارح خرج الخبر مرون على الميركاتو. تشيلسي كان غيضرب واحد الصفقه قويه قبل ما يسد السوق، واللاعب كان هو فيرمين لوبيز. هو لاعب وسط مازال صغير، عنده 21 عام، ولد لاماسيا وكيلعب مع فريق برشلونه. هذا العام بان فواحد المستوى اللي كبير وكسب الثقه ديال المدرب في الليغ وديال كاع جماهير برشلونه، وكيدخل بزاف العمق باش يجيب حلول هجوميه ويماركيو الهدف. فبزاف ديال المتابعين واللي فان ديال البارسا كيشوفوه باللي هو مستقبل ديال وسط البارسا. تشيلسي اللي معروف كيدير صفقات كبيره مع لاعبين صغار قرروا انهم يعطيو 40 مليون اورو، وكنتفاجئوا باللي في اخر لحظه الفريق اللندني غادي يقدر ينسحب من هذه الصفقه هذه وغادي يلغي كلشي. هذا القرار صراحه فرح البارساويين وقالوا باللي واخيرا فيرمين لوبيز غادي يبقى عندنا وما غاديش يمشي. ولكن السؤال اللي كاين شنو هو؟ واش تشيلسي ضيع موهبه كبيره كان غادي يعطيهم اضافه في الفريق، ولا فعلا البارسا هو المكان المناسب فين لوبيز يقدر يكمل المسيره الكرويه ديالو؟ جاوبونا في لي كومونتير. لا عجبكم الفيديو ما تنساوش معكم واحد لايك فولو بارطاجي الفيديو مع صحابكم.